معلش. ايه اللي حصل؟ مين اللي شلفطك كده؟ ايه ده؟ انا حاسه ان انا هقوم ارضعه. عايزين تقوم ايه؟ وبتمنى من ربنا ان هو يجمعنا على خير. يجمعك على خير ايه؟ ما هو جمعك وخلاص. ايوه، ما انا بعمل لك مفاجأة. وفجأة هو كان بيخوني مع الحلاق. كان بيخونك مع الحلاق كمان طلع ايه جابوا لنا حكومه عشان رجل. ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد. انا اليوتيوبر الوحيد النشيط من بعد العيد، مفيش حد نزل لكم فيديو من بعد العيد. النشاط ده حاجه كده بتجري في جسم الانسان، الاجتهاد والعمل والعزيمه والاراده والنميمه والحقد. انا الفيديو بتاع النهارده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وما تنساش تدعي لاخواتك في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويقوم يا رب على اللي هم فيه، وينزل نعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده ل 38,000 لايك. اشمعنى رقم 38؟ عشان رقم 38 ده هو يوم عيد ميلادي. اتمنى انتوا تفرحوني ما تسيبونيش زعلان، يا رب يقتنعوا. النور فصل والله العظيم، بدايه فقر. يا نهار اسود. هي اللي نطت بتاعت حواره. وسع غاز وسع غاز. انا رابط هي اللي نطت. استنى بس كده، وانا ما بحبش انا التمثيل العبيط، معلش يعني. هي بتتمرجع هيك وفجأة استنى كده اما انزل انا هقع تيب. والله العظيم لازم المحقق كنا نتفرج على كل حاجة. اسمع كده، سامر المدني بيقول ايه؟ سمعهم. انا من مكاني ده شفت البلعوم بتاعك، شفت الزحليقة اللي في بقك اهي هناك اهي. ليه معليه صوتك كده؟ وطي صوتك، وطي صوتك. ازيك عامل ايه؟ او ازيك عامله ايه؟ زي ما انتوا بتشوفوا ان سوزي دي بني ادمه عصبيه وبني ادمه بتشتم وبني ادمه منفعله. وعندها 18 سنة ولسه بشخة وعصبية. برضه شافت كتير في حياتها. اغلبيه البشر اللي انا بقيت اشوفها بقت عديمه التربيه. بتقولي حاجة يا سوزي؟ ممكن تقول لنا التربية من وجهة نظرك عاملة ازاي؟ اكيد قصدك على بابا، عمل حاجة تانية ولا ايه؟ عديمه التربيه والاحترام قوي. قوي بمعنى الكلمه. قوي. انا لو حد وقفني في الشارع وقال لي ازيك، عايز اسلم عليكي او اتصور معاكي، انا من كتر الفرحه انا اليوم بالنسبه لي عيد. ده عشان انت متربيه كويس يا سوزي، اهلك عرفوا يربوكي. تتكلمي في ايه؟ الشارع اللي وراه ده انا راح اعمل لك محضر ابن فجره دلوقتي. اليوم بالنسبه لي اكنك اديتني كده، بص اديتني اسد مثلا او حوت، حاجه زي كده. تخليني واقفه انا وناس. يعني انت مالك؟ انا ابقى واقفه مع واحد او واقفه مع واحده، انت بتعين ان انت تيجي من بعيد تروح ماسك لي التليفون، تيجي من بعيد تروح عامل لي كده. بتصورني بتاعي يا حبيبي؟ انت واقف بتصورني بتاعي؟ شخصيه عامه، مش مصدق ان هو شايفك. احنا ياما حضرنا لايفات وانت بتهزق ابوك وبتين اللي جابه يعني. بوثق اللحظه وبصورك. انت بتصورني بتاع ايه؟ بتصورني عشان تنزلها وتقول الحقوا سوزي الاردنيه وسوزي ايمن واقفه مع فلان؟ حد صورك وانت بتضرب ابوكي في الشارع؟ انت قلقانه من ايه؟ الحقوا سوزي واقفه مع شاب. يا عم انت مالك؟ ما ابوها عارف يا حبيبي، انت مالك انت؟ وبعدين افرض ان هي واقفه فعلا مع شاب غريب وانت نزلت وابوها شاف الفيديو، انت متخيل ان هو هيعمل حاجه؟ الحاج موافق باي حاجه ما دام في فلوس. لا والله العظيم بقيت اقابل الناس بتصورني وبتمشي يعني. الناس يا ريتها تيجي تصور معايا، لا يبقى واحد واقف عامل لي كده، قلت انت بتصوري؟ يقول لي بصورك. انت مسموح لك انك تصورني؟ مسموح لك؟ خليت واحده عندها 18 سنه تيجي تقول لك انت مسموح لك انك تصورني؟ كل اللي عملته في حياتها ان هي مسكت ابوها زياده في لايف بس. بتصور ايه يابا؟ انت نازل فوتوغرافر من بطن مامتك ولا ايه يا حبيب قلبي؟ بتصورني بتاع ايه؟ وهتنزلها ليه؟ هتحتفظ بيا يعني وانا واقفه مع واحد؟ انت مالك؟ اقف مع الله، اقف معايا انا. خلاص عرفت انك مشهورة والناس بتصورك في الشارع. خلاص فيديو كله بتصورني ليه؟ انت مسؤولك انت تصورني؟ خلاص. هو مصورك وانت في اوضه النوم يعني؟ ما هو مصورك وانت في الشارع ماشيه طبيعي عادي، ما يصورك. مش انت مشهوره؟ ما تمشيش بقى، امشي بكيس اسود في وشي. امال ابوك ده يعمل ايه بقى؟ اللي حرفيا مشهور بان هو متهان وبتخليه يكويلك فستاني كده، دي مصيبه سودا. انا عايزه ارتبط. انا قاعد معايا اخو صاحبتي، بص عامل ازاي. ايه ده؟ انا حاسه ان انا هقوم ارضعه. عايزين تقوم ايه؟ حاسه ان انا هقوم ارضعه. الفيديو اللي فات انت كنت قايله ان انت فلات، فمنطقيا ما ينفعش. عايزين ناس كبيره، شباب كبيره بعد اذنكم. انا حاسه ان انا جالي جفاف عاطفي. والله العظيم انا ايدي خشنت، انا حاسه ان انا بنقش. يعني هي ده بتنعم مع الرجاله ما شاء الله. ابو سوزي انت بجد انت موقفك زباله. انت ايه ده يا جدع؟ بنتك عامله فيديو بتطلب فيه راجل، انت جدعك واكسه يا اخي. قضية تهز بريطانيا. معلمة رياضيات أنجبت من تلميذ قاصر بعد الإفراج عنها بكفاءة. طب وانا ليه معمول لي منشن في فيديو زي ده؟ انا ليه اهتم بواحده عملت كده في بريطانيا؟ على المسرح وعلى لاست سهيل وهارت اتاك وعندهم فضايح بالجمله. يلا بينا. فضايح بالجمله؟ هو انت لسه يعني انت صعب يعني، شخصيتك مصطنعه وحراميه حتى في الكلام يعني، بتغيظني. ده الريسيت بتاعهم. خلاص عرفت ان هو مش اعلان، ده الريسيت بتاعهم. يخرب بيت المصداقيه. بصوا بقى يا جماعه. مبدئيا احنا رحنا
الهارت اتاك. مبدئيا تبطل كلمه مبدئيا دي، يعني انت لما تقول لي مبدئيا اعرف انت بتفهم اطلاقا. استاذنك بعد اذنك لو سمحت، ممكن بعد اذنك ثانيه واحده اسالك بس على حاجه؟ بعد اذنك بس، بعد اذنك بس. الله على المصداقيه، هيشاهد الناس على هارت اتاك. وانتوا كاتبين الكتاب على بعض، انت اشتريت اوردر ما تفتحه وتقول لي طعمه عامل ازاي. نفتح نكمل. بص المنظر من جوه عامل ازاي، العظم مزرق ازاي. دلوقتي مزرق، دلوقتي وحش. قبل كده كان في مطعم سوري كنت بتاكل منه كان اعلان العظم مزرقه يا جماعه، بس ده عادي جدا والفراخ طعمها حلوه جدا. لكن دلوقتي مش اعلان، نفشخ اللي جابهم. ندوق والله العظيم اقسمت بالله الفراخ ساقعه. ما هي فراخ محمره مجمده. بيمضغ الاكل حرفيا مضغتين 3 بالكتير. تحس ان في كده في 2 واقفين في البلعوم بيستلموا الفص كده، حلل كده النتيجه تقوم طالعه على مخه ناطقها على طول. ما هوش بشر طبيعي زينا، لا مفيش تتبيله خالص، لا يعني خالص. المفروض انا طالبهم. دي فراخ مسلوقه. امشي امشي يا عمرو، امشي يا عمرو من هنا عشان انت فيديوهاتك بجد والله العظيم بتتعبني فشخ. بس معلش. ايه اللي حصل؟ مين اللي شلفطك كده؟ دي حاجه واحده من اليوم الغريب ده، هخف واطلع احكي لكم. قالت لي ان هي شافتني نايمة على الارض كأني ميتة، كأني ميتة، وبري الناس جت تاخدني عشان توديني المستشفى. قعدت تقول لهم سيبوها لي، ماما اللي بتحكي لي سيبوها لي ما تاخدهاش مني، وعايزة تنطقني الشهادة عشان كنت شبه ميتة. مش عارفة، المشكلة ان انا مش فاكرة اي حاجة. اللي فهمته ان انتي صحيتي لقيتي نفسك في الصاله وناس جايه تاخدك، فامك قالت لهم سيبوها هنطقها الشهاده، وعامله كده في الاخر وراسك مربوطه وشفافك منفوخه ممكن تقولي ايه اللي حصل طيب؟ ايه اللي حصل؟ الفضول هيجنني. انا مش عارف ايه اللي حصل، بس الناس كاتبه في الكومنتات دي عمليه فيلر وبايظه، يعني هي كانت بتعمل فيلر وباظت عشان كده شفايفها بايظه. انا ما عادش عارف الصادق من الكذاب. يا عم بره عني يا عم، انا مالي الحوارات دي. يلا يا بنات جيت ريدي وذ مي عشان نازلين صلاة العيد دلوقتي، وهنعمل ميك اب خفيف كده، فيلا بينا. هتحط ميك اب كتير فشخ من غير ما اكمل. تعالى بص 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 على الضحكة. فيديو كوميدي كنت ممكن اشوفه في 2014 2013 حاجه زي كده. ازاي النوعيه دي ممكن تبقى موجوده دلوقتي؟ عاش. السبب الحقيقي اللي يخليكم ما تثقوش فينا وهي المطاعم. في الفيديو ده هعرفكم الفرق ما بين شخص عادي وشخص بيصور او فود بلوج. انا كشخص عادي طالبه برجر بالذهب، ويعتبر ده من اغلى البرجرز. يجي لي برجر بالذهب؟ والله العظيم ده بيبقى اطعم يعني ده ولا ايه؟ وبيفرق بقى من العيار بتاعه 24 او 18؟ بجد والله مش بستظرف، بسال عادي. المنظر اللي انتوا شايفينه ده بواقي او فرافيت الذهب، واجي اساله يقول لي اصل للاسف يا فندم ورق الذهب خلصان. طب تعال، يعني انا طالب برجر ذهب حط لي فرافيت ذهب؟ حتى دي ما عادش عندكم ضمير فيها، افضحيهم بقى. تعالى قول لي كده وانا اقرر عايزاه او لا. صاحبتي راحت قايله له احنا كنا هنعمل ريفيو، راح اتوتر وقال لها ثانيه واحده يا نجس، وقام جايب ورق الذهب من جوه. الناس ما بقاش عندها ضمير في اي حاجه خالص. خد الاوردر ورجعه زي ما انتم شايفين كده مظبطه. السؤال هنا لو في اوبشن انكم تظبطوا الاوردر ما ظبطوش من الاول ليه؟ بجد انتوا بتجيبوا لنا الكلام. قله ادب وقله تربيه. ما كمل الاول يلا، لازم انا اتخبي الذهب جوه. شكلك دلوقتي بقى كلوت قدامها. بس انا برضه عايز افهم ايه المغزى ان انا اطلب برجر ذهب؟ الذهب ملوش طعم، واكيد الحوار ده ملوش ريحه الطعم. اكيد مش هكون قاعد مشتهي كده اقول نفسي هفنى على قشر الذهب كده ولا حته الذهب، ملهاش طعم. ده بقى اللي ينطبق عليه حرفيا تبذير اوفر، حاجه ملهاش قيمه غذائيه ومنظره على الفاضي وغاليه فشخ. هي قالت ان ده اغلى برجر ممكن تجيبه، فليه؟ هل تعلمي اني بحبك جدا؟ هل تعلم ان انت بتصورها وبتنزلها وهي قاعده على رجلك؟ هل تعلم ان انتم مفضوحين دلوقتي؟ يخرب بيتك انت فاتح فيديو؟ طيب فاتح فيديو؟ فاتح فيديو ولا ايه؟ شكله فاتح فيديو. الله بحبها يا جدعان. بصوا يعني مفيش كلام في الدنيا يوصفها ولا اي شعور يوصف الاحساس اللي هي معايا دلوقتي. وبتمنى من ربنا ان هو يجمعنا على خير. يجمعك على خير؟ ايه، ما هو جمعكوا خلاص. بس مش على خير، لا دي مش جامعة خير دي. ده قمر يا ولاد. بصوا قمر يا ولاد. قمر
ده عمال في لا يا جماعه الفيديو ده مش هتشوفوا منه حاجه معلش، لحسن يكون الفيديو ده متسرب وانا اكون شاركت في فضحتهم ولا حاجه. لا بس الفيديو نزل على تيك توك وجايب مشاهدات كتير ولايكات كتير، فمعرفش بقى هم عارفين ولا مش عارفين، الله اعلم. لا يا جماعه تقريبا هم اللي منزلين الفيديو، لا ده حاجه لا او مش هم، مش عارف، بس في بلاوي الاكونت بتاعهم في بلاوي. والله يخرب بيت اللي جابكم بجد، ودول اندر ايج يعني مش ومال انا لازم انا بقى. بصوا عملت 90 حاجه الصبح بدري، نشاط نشاط نشاط. بصوا بقى النهارده قلت اعمل ايه بقى، جبت كيلو سمك بولتي سبته عند الراجل يشويه عشان دلوقتي النور هيقطع. قلت له اول ما النور ما يجي هنزل اخده منك. بشوي سمك. قلت بقى هعمل ايه، هعمل بقى شويه سلطه. شوف فيديو زي ده لو كان نزل مثلا في 2018 ما كانش حد يهتم له خالص، لان الناس ما كانتش موجوده بكثره على الانترنت. فيديو زي ده جايب 98,000 لايك، اكيد مشاهدته كسر المليون او ال2 مليون، والناس اللي عامله سيف للفيديو 4102. فالارقام دي ده ارقام فيديو حد بيقدم موهبه، حد بيعمل حاجه محدش بيعرف يعملها. لكن لا، هو في الحقيقه فيديو لست نزلت الصبح جابت عيش وجابت خضار وهتطلع تطبخ وهتحكي لك تفاصيل يومها. شفت الموضوع بقى لما يتحلل كارقام او كمشاهدات او اهتمام الناس غريب فشخ ومش مفهوم. يلا نفسح اللوك من باريس. انت لوكاتك بجد غريبه او مريبه، خارجه من فيلم كرتون. وعملته مع النضاره، كان نفسي اعمل لوكين يعني لوك كده على بعضه، الاثنين دول على بعض، الحلق الجعران. هو انت ليه بتعاملي نفسك ان انت توك توك بجد؟ ليه كل الخواتم دي وكل السلاسل دي والانسيال الغريب دون اللي في ايدك ولا مش عارف ده ايه ده، والشنطه الغريبه الالوان كلها مش لايقه مع بعضيها. يعني هو ده اللوك بتاع اللي انت لابساه فوق ده، شبه الليفه الحريمي دي. يلا نفسح اللوك. يا ما ترحموني بقى والله، متمنشل لي فيها اهو يا عم اهو تاني. المفتاح، الحلق الجعران الشهير، النضاره. اتكل على الله والنبي عشان عيني وجعتني. 7 زائد 2 كام؟ 9. 9 صح؟ صح. حلو قوي قوي قوي. سيبك من الرساله اللي جات لك دي وركز معايا. عندك انت مش عندي. طب 4 زائد 6 يبقوا كام؟ 10. 10 صح؟ صح. حلو قوي 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 قوي. ايه هتصرفهم ولا ايه؟ غريب فشخ. وانت عينك في عيني. فكر في اي رقم ما بين ال5 وما بين ال12. 5 و12. اي رقم ما بين ال5 وما بين ال12. انت كده كام السامعني؟ 5 او تحت ال12. 10. وانا هعرف انت اخترت انهي رقم وفكرت في انهي رقم. رقم 10. انجز. يلا اختار. 10. فكرت؟ حلو قوي حبيبي. قبل ما اقول لك بقى انت اخترت ايه؟ دوس على الشاشه مرتين. دوس على الزائد اللي تحت صورتي ده. يلا دوس. دوست دوس. ادوس جامد. دوست. حلو قوي. ماشي. فاكر بقى الرقم اللي انت اخترته؟ 10. فاكره كويس؟ 80% اختاروا 7 و20% اختاروا 9. واسعة. سلام. لا بجد والله واسعة. انا اللي فكرتك فهمان قوي، وكام زائد كام يعملوا كام؟ طلعت مزراب. اول راجل في العالم يزرع بلبل وبضل. بس امشي يا عم انت، امشي يا عم، ده فيديوهات غريبه قوي، كل فيديوهاته بتتمحور على الاعضاء التناسليه. اخويا بيحب واحده معفنه اسمها ايمان بلكون، معرفش عليه وهي اساسا شبه الابلكاش، ويقعد يحب فيها الوش الفجر ويصدعني، وبسمعها وهي بتقعد تقول له مش شربت مش شخيت مش فسيت. حتى الرجاله خابت والله، ما عادش في حد قادر على التيك توك كده يا جدعان ولا ايه؟ سلقت المناديل وعملت اكل من بتاع زمان، الاكل اللي كان بيقعد يسلينا كده ونستمتع. الله، اكل بتاع زمان. وحشتني ايام المناديل المسلوقه، كانت امي تعمل لنا المناديل المسلوقه زمان كده، جيبها لنا في طبق كبير ونتلم انا واخواتي وخالتي ونقعد كده نتلم كده على الطبليه ونقعد ناكل مناديل مسلوقه. انا واحده من الناس كنت بعشقها، وهتلاقي بقى امهاتك او جدودك هم اللي كانوا بيعملوها. هي شكلها يخض شويه بس طعمها في حته تانية، ده غير ان هي غنيه بالفيتامين والكولاجين الطبيعي. دي المناديل المسلوقه. سلقت المناديل بالشكل ده، بعد ما سلقتها في ميه سخنه بتغلي قعدت ارصها كده في العلبه وارش الحلبه الحصى من غير ما تنقعيها ولا اي حاجه، غرقي الميه. يعني في حلبه، انا هناكل حلبه مش هناكل مناديل، امال ليه بتخضني في اول الفيديو؟ 3 ايام وهتعمل لك احلى تنبيته حلبه من بتاعت زمان، شكلها يخض اول لما قلبتها. امال ليه حسيت ان احنا هناكل مناديل في اول الفيديو؟ ما تحط مناديل في ميه سخنه وخلاص، لازم نحطها على النار. بس بعيدا عن فكره الفيديو، الحلبه دي زمان كانوا بياكلوها، وانا زمان كنت باكلها، بس بتخلي ريحتي حرفيا كاني في حد مطرطر عليا بجد والله، كاني في حد عامل بيبي. لو جسمك سخن بس شويه كده ولا عرقت حاجه بسيطه يطلع منك ريحه وحشه فشخ، ولا البيبي بتاعك بيبقى دوبل البيبي، فاهم؟ يعني كانك بتعمل حاجه معتقه كده. هي لها فوائد كتير فشخ، بس عشان تاكلها تقعد لك اسبوع في البيت ولا حاجه كده. ايش الاخبار في الهند؟ والله وحشتني كتير الهند. عامل زي قريب قوي قوي. ما انا سايب لك قصر اهو،
ما انا عايز اجي قريب والله، وحشتني كتير، وبعدين عاوز بقى انقل لان قاعد كتير في مصر بقى، عاوز اجي الهند. ابراهيم مخص ابنه في اللايف مع بعض. هو مش ابنه، هو بيقلده مثله الاعلى يعني. انا سايب لك قصر اهو، قصر ضخم اهو. ان شاء الله طبعا. طبعا. القصه والحيوان المانوا مع بعض، والله العظيم حاجه جميله فشخ. انا كنت مصدومه جدا. ما تعرفش ان انا هصدمها اكتر. قص شعره. خلاص قررت. نازل دلوقتي هعمل حاجه مجنونه قوي قوي قوي. يا مجنون ما تهزرش. هشيل شعرك. هتشيل شعرك؟ هشيل شعرك. يخرب بيتك. هنا وصلت لتيتو عشان يديني وصلت لتيتو هتشيل شعرك؟ ما تهزرش. اوف احلقه. فوطه سخنه. وانا كل ده كنت برن عليه والاستاذ مش عايز يرد عليا. وكمان ده انت واد نجس يخرب بيتك. كانت بترن عليك وانت ما بتردش، طلعت خلبوس كمان يخرب بيت شقاوتك. ايوه ما انا بعمل لك مفاجاه. وفجاه هو كان بيخوني مع الحلاق. كان بيخونك مع الحلاق كمان؟ طلع شاذ؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ ازاي تقولي كده اصلا يا نيره؟ دي مصيبه. اقصد يعني بيقعد معايا اكتر مني. بيقعد معاكي اكتر منه؟ برضه مصيبه ستيل يعني. بجد كلنا كده عادي مع الحلاق. لا انت بس، مش كلنا. هنروح للحلاق عادي، نحلق ونمشي. وهنا بيقص شعره. الحلاوه والطعامه والجماله واللذاذه. هو انتوا بعد ما صورتوا فيديو الحلاق العظيم ده قاعدين بتفويس اوفر على الفيديو بتاعكم وتنزلوا لنا ايه الحدث العظيم اللي حصل عشان الفيديو داخل على 100,000 لايك؟ انت بتعكسيني ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك. عالم سمسم ده ما بحبوش. عكسيني ولا ايه يا خوخه؟ ما تحترمي نفسك. لا ما اعرفش عكسك. معلش انا اسف، الموضوع بيجي على اعصابي ما اعرفش ليه، مع ان ده فيديو عادي، حتى الفيديو ده بتاع فيديو عادي. احترم نفسي حبيبي، انت كلك بتاعي. ايه؟ كله بتاعك. تمام. فاينل لوك ورايح اخدهم. انت بتصورها في حاجه يعني ما خدتش بالك ان انت صورت حاجه كده بالغلط ما ينفعش توريها لنا؟ ولا هي الحاجه دي اللي وصلت الفيديو ل 97,000 لايك؟ والله خلبوس انت برضه. ده الجيم فيه رجاله، حلو قوي الجيم المختلط ده، وفي راجل بيدرب ست ورا. ايه الحلويات دي؟ انا عمري ما دخلت جيم كده بجد والله، نفسي اخش جيم قوم لوط ده. ساعة ونص تسجيل كفايه فشخ والله العظيم بجد. انا بعد كل فيديو ما بخلص تصوير باجي اتمطع، بحس حرفيا ان انا جسمي متدغدغ مش عارف ليه. طب يا جماعه لو انت كملت الفيديو لحد دقيقه يا ريت تعرف تكتب في الكومنتات، او كملت الفيديو لحد دقيقه كام بالظبط، او اكتر حاجه عجبتك في الفيديو. ولو انت بتتفرج على لحد دلوقتي مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه. بس ما كنت لحد دلوقتي